الكبرى الثالثة. الطامة الكبرى الثالثة على باكر، لأن مو كل نسولف فيهم، يصير لخبطة عند الوادم. الطامة الكبرى انه 90% انا اقول هسه من الشعب العراقي ما عنده ملك سكن، وجاي يبنون الاراضي السكنية في العراق، يبنونها الى المن تبنونها يبنونها للاجندات اللي استخدمتها الميليشيات في العراق. يعني يقول لك هذا الشعب العراقي ما راح يحصل منه شيء، يعني هذا اللي اجيبه راح نسوي له جنسية عراقية وبعدين ينتخبني. ولذلك لما حكيت بالتجنيس العراقي قبل سنتين، لما جنسوا 4 مليون ايراني، 4 مليون ايراني جنسوا عراقي، و1,300,000 باكستاني، و800,000 لبناني اتجنسوا عراقيين. وحاليا هم مو بالعراق، حاليا ببلدانهم، وياخذون رواتب من العراق كل شخص $500. 4 مليون، مليون و300، مليون ب800,000 كسروها ايش قد؟ هاي 5 مليون ونص على $500 كسرها ايش كم مليار؟ وانت يا شعب العراقي حاير لي بالتسقيط وتركض لي ورا الميليشيات والاحزاب، وهاي تاليها. نسمع تسجيل الرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. والله لغسل يا ابو مصيفي على قولتكم، مو على قولتهم ابو مصيفي. ابو مصيف شو يقول لهم؟ رئيس الوزراء، المواطن العراقي بزمني عايش برفاهيه، اذا اني ما حصلت هذه الدوره راح المواطن العراقي ينتهي. محمد الشياع السوداني اسمع. اريد استنفار اعلامي للراي العام. اريد استنفار اعلامي. الحكومه عاشر الرفاهيه والخدمات اللي احنا بها من 20 سنه. وضع العراق تغير 180 درجه. ولازم الناس تعرف انها ما بقيت الولايه ثانيه، معناها العراق راح يرجع للصفر. يا باخ، رفاهيه ولا خدمات، راح العراق يرجع للصفر ولا اذا ما يبقى ممتاز مثل الوضع الحالي اللي عاشه المواطن. هاي الفكره اريدها تتفسخ بعقول الناس. نسمعكم اكثر. اريد استنفار اعلامي للراي العام عند المواطن بهاي الحكومه عاشر الرفاهيه والخدمات اللي احنا بها من 20 سنه. وضع العراق تغير 180 درجه. ولازم الناس تعرف انها ما بقيت الولايه ثانيه، معناها العراق راح يرجع للصفر، بعد ماكو لا رفاهيه ولا خدمات ولا رواتب ولا وضع معيشي ممتاز مثل الوضع الحالي اللي عاشه المواطن. هاي الفكره اريدها تتفسخ بعقول الناس. اريد هاي تترسخ بعقول الناس. قاعد يجند، يعني تجنيد، مثل ما جندوا البارحه هذا احمد الفيلي وهذا علي ما شو اسمه وهذا حيدر الفيلي، وذولا اللي جندوهم جاي يعلون حساباتهم ما يسوون. ما اعرف هاي السالفه مال الحسابات، مو ويسقون بصباح بس خوش البارحه رزلوهم جماعه. قاعد اقول لكم طبوا على صفحاتهم وانتم بلغوا عليها. هذول كل ذيل بعد ما يعيش معانا، كله قليل احزاب بعد ما ابد ما يسولف ويانا. ويوميا اذا اطلع بث مباشر ماكو بس كلام، صوره وصوت، تشوفون جرائم او فساد. على مود تعودون على صباح. اللي ما مشاهدني على الفيسبوك خلي يشاهدني على الفيسبوك. وكثير من الفيديوهات اجتني، جزاكم الله الف خير العراقيين. البارحه نشرت الصفحه مال الانستا، قلت لكم اذا عندكم اي فيديو عندكم دزله على الانستا او فساد. طبعا البارحه هم جرائم ما موجوده وما منشوره بالتواصل الاجتماعي على الاطلاق، اللي ارتكبتها الميليشيات في بغداد وفي بابل.
راح يقولوا لي انت ليش انتقمت؟ ليش اليوم جاني سؤال، ليش انتقمت من القوة السياسية الحالية؟ لأن اغتيل صديق عزيز شريف طاهر ابن طاهر اللي هو عقيد صفاء مدير جوازات بابل. هذا الشريف اللي ما سوى جوازات إيرانية، قالوا له اريد اسوي لك جوازات، 3 جوازات 4 إيرانيين يسويهم عراقيين، قال لهم لو تقطعوني انا واولادي شرف المهنه ما ابيعها. هذا العزيز الشريف اليوم جتنا رساله، اني ممكن تقول لنا شنو؟ الشريف اللي يشتغل بضمير وغيره يقتل، واللي يتكلم الحقيقه يقتل. فيا شعب العراقي بعد اصحوا، اوعوا، هاي الميليشيات بعد ما تخدمنا، هاي الاحزاب بعد ما تخدم العراق. مال دين يجينا واحد يحكمنا وراح نصير مثل غزه، لا 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 كفيلكم الله العراق يختلف، العراق بيزلم. بس هم يسوون هيك اثاره فتنه، اثاره فتنه، على مود يجينا واحد يحكمنا اوه الدين راح، وش خليتوا بالدين؟ تدرون انتم هاي اعمالكم مزقتوا لي الدين، سويتوه 20 وصله. هذا الدين المزيف اللي جيتونا بيه مو دين هذا. محمد شاع السوداني انت وهاي العصابه اللي وياكم وهذول البرلمان، مع الاسف كنت تحترم كم واحد، وحتى تكلمت بيهم امام التواصل الاجتماعي، قلت يا الله مرات يصح الانسان شويه ضميره يأبنى ويقوم يحكي. اتضح انه انتخبني الدوره الثانيه، بس ان شاء الله ماكو دوره ثانيه بعد، هاي اخير انتخابات. بعون الله، بعون الله ان شاء الله. بس اسفنا على اللي ينتخبون. يلا اني خور عبد الله 50 مره تكلمت فيه وهسه اتكلم بيه، والابار النفطيه والحدوديه، تعالوا جيبوا مرتسماتكم انتم يا النواب. شهد تريد منه البعث لو داعش، هذول اثنينهم كانوا يمك، احنا على ابوك لابو البعث لابو داعش.